بين الحليب الفريش وطويل الأجل إن الحليب الفريش بيتبستر لدرجة 74 درجة سليزية لمدة 15 ثانية، أما الحليب طويل الأجل فبيتسخن لدرجة 140 درجة سليزية لمدة ثانيتين. فالحرارة العالية دي بتزود صلاحية الحليب ل6 شهور لأنها بتتخلص من كل البكتيريا الموجودة في الحليب، لكن الحليب الفريش بتفضل صلاحيته تقريبا أسبوع بس. لكن تعرض الحليب لدرجات الحرارة العالية دي بيأثر على إنزيم الفوسفاتيز اللي بيساعد في امتصاص الكالسيوم، وبيأثر كمان على إنزيم اللايبيز المسؤول عن هضم الدهون، كسر كمان إنزيم اللاكتيز المسؤول عن هضم الحليب، وبيأثر على الإميونوجلوبولينز والميكروبيوم اللي موجودين في الحليب. كمان طعم الحليب بيتغير من درجات الحرارة العالية، والبروتين والفيتامينز والمينرالز كمان بتتأثر. لكن عشان يعادلوا كل ده بيعملوا فورتيفيكيشن للحليب، يعني بيرجعوا يضيفوا تاني الفيتامينات والمعادن اللي اتكسرت مرة تانية في الحليب طويل الأجل. عشان كده دايما بتلاقي الحليب مكتوب عليه معزز بالفيتامينات والمعادن. فأكيد الحليب الفريش أفضل من الحليب طويل الأجل، لكن المهم إنك تاخد احتياجاتك من منتجات الألبان يوميا. اختار النوع اللي يناسبك، المهم إنك تاخد احتياجاتك من الكالسيوم من منتجات الألبان أو من أي منتجات أخرى. لو استفدت من الفيديو بليز لايك وشير، ولو عندكم أسئلة اكتبوا لي في التعليقات.